رحلتنا النهاردة لمحافظة جميلة الإسكندرية. طلبت من بابا يوديني في العيد الإسكندرية، مش بس علشان بحرها الجميل، لكن أنا قررت أزور الأماكن الأثرية الجميلة عشان أنا كمان بحب علم التاريخ والآثار، وحبيت أوريكم اسكندرية بشكل تاني. ولما خلصت مغامرتي في كوم الشقاف أو كاتاكومب، طلعت على عمود الصواري. قريبين جدا من بعض، ممكن تروحوا مشي زي ما أنا عملت. المكان هنا فيه آثار مصرية قديمة زي العواميد والكباش أبو هور صغير وتماثيل الحضارة المصرية القديمة. ومن تحت هنا تقدروا تشوفوا جزء من الإسكندرية القديمة وسور الإسكندرية القديم. ده بقى عمود الصواري، مصنوع من الجرانيت الأحمر، فوق تل باب سترة، اسمه جه من شكله وارتفاعه الشاهق زي صواري السفن، وارتفاعه 26 متر. وبيتقال الإسكندريين هم اللي بنوه تخليدا لذكرى الإمبراطور الروماني ديوكليتيانوس، وشكر له لأنه رجع الهدوء والسلام لمصر. وجنب عمود الصواري هتشوف تمثالين لأبو الهول صغيرين طبعا. تحت هتلاقوا مكتبة كبيرة كلها منحوتة تحت الأرض في الحجر، كانت تقريبا الكتب هنا. الأقداس، وده عبارة عن ممر محفور في الصخر أسرى بداخله على تمثال العجل أبي سعام 1895 ميلادية، واللي كان معبود عند المصريين القدماء، وكان هو الإله الرئيسي. لكن عند البطالمة كان هو الإله سرابيس المعبود برضو الرئيسي. اللي ممكن يخاف يا جماعة بلاش يدخل، الممر شكله يخوف وحاطين الضوء تحته، أنا نفسي خفت.
وأتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا في رحلتنا، واستنوني في أجزاء تانية من أماكن جميلة في الإسكندرية الأثرية. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأي حاجة عارفينها في الإسكندرية وعايزين تشوفوها اكتبوها في الكومنتات وهعملها لكم. سلام.